رافينيا اليوم بدأ باللمعان وبدأ يثبت نفسه شيئا فشيئا، لكن كتيبة الإعدام قصدي فريق لاس بالماس يريد إنهاء حياة هذه الخليقة، بل وحتى يريدون إنهاء حياة كل لاعبي برشلونة. يا رجل، برشلونة تلعب كرة القدم ولاس بالماس تمارس رياضة الكونغ فو عليهم، من كسر وتحطيم الأرجل وإرسال المساكين إلى العناية المركزة. يعني لاس بالماس تتوعد بعدم وصول البارسا إلى الشامبيونز ليج سالمين، بل وحتى الحكم كان بجانبهم. لا وجود للبطاقة الحمراء، فقط البطاقة الصفراء الجميلة والخفيفة، بل حتى لو توفرت البطاقة الشفافة لاستخدموها. يعني في الشوط الأول عندما أراد رافينيا إثبات نفسه وانطلق ليسجل الهدف، لا المهاجم ولا المدافع بل حارس المرمى. حارس المرمى هو الذي أرسله إلى الفضاء. حارس المرمى تدخل وجعله يدور 360 درجة في الفضاء، جعله يدور دورة كاملة في الفضاء. أعتقد أن قدوته في الحياة هو سيرجيو راموس أو ربما بيبي. لا تقلقوا أصدقائي، لقد حصل على البطاقة الحمراء. لو لم يحصل ذلك لكانت فضيحة تحكيمية. ذلك الخطأ لا يغتفر له. مع كل التعدي وكسر الأرجل وتحطيم الظهر، لم يرحموا كبيرا أو صغيرا، لكنهم فازوا. كانوا سيفوزون بهدفين مثل ريال مدريد، لكن الهدف الأول من طرف رافينيا لم يحتسب بداعي التسلل. رافينيا سدد معظم المحاولات. أخبرتكم أصدقائي، رافينيا يريد إثبات نفسه في الفريق، وأنا أشجعه على ذلك. برشلونة قدم أداء جيدا في المباريات السابقة، خاصة بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بثلاثية في ملعبه لتكون ذكرى لا تنسى لأتلتيكو مدريد. لكن حتى مع كل هذه الانتصارات، هل سيتمكن من الفوز في الكلاسيكو القادم بينه وبين الريال؟ من يدري؟ اكتبوا لي توقعاتكم في التعليقات. أتوقع أي شيء من برشلونة. برشلونة هو نادي المستحيلات. بالنسبة لمباراة ريال مدريد، بالله عليك ماذا تتوقع من الريال مدريد؟ بالله عليك ماذا تتوقع من الأول في ترتيب الليغا؟ بالله عليك ماذا تتوقع؟ الخسارة مثلا؟ حتى التعادل لا يوجد في قاموسهم، فقط هدفين فما فوق. لكن مع ذلك رودريغو، يا رودريغو، ما شاء الله عليك يا رودريغو، الله عليك يا رودريغو، أحسنت عملا يا رودريغو. هذا ما يسمى باللاعب البرازيلي. هذا ما يسمى باللاعب البرازيلي. هذا ما يسمى بالبرازيلي يلعب كرة القدم. رودريغو عاد وعاد معه الخير. هذا ما يطلق عليه مصطلح لقد عاد اللاعب. لقد عاد اللاعب. لقد عاد اللاعب ليحيي الفريق. هذا ما يسمى لقد عاد. لقد عاد. شباب، بقى في الحال وقتنا إبراهيم دياز. إبراهيم دياز عنده وعد نحسه بزاف جدا. رودريغو مرره كرة ممتازة وكانت ستنتهي بهدف ممتاز، وهذا ما حصل فعلا. نجح إبراهيم دياز في الاستحواذ على الكرة وتخطي الدفاع، لكن الكرة أقسمت أنها لن تدخل المرمى. والله بقى في إبراهيم دياز كثيرا. ما لاحظته منذ بداية المباراة إلى نهايتها أن دفاع أتلتيكو بالباو ضعيف للغاية. يا رجل، لم يتمكنوا من تحسين الدفاع منذ بداية المباراة حتى. بداية المباراة بسم الله، بداية المباراة، ولم يتمكنوا من تحسين الدفاع. مرر إبراهيم دياز كرة جميلة إلى رودريغو. انطلق رودريغو إلى المرمى. 10 لاعبين حول المرمى، ولا واحد منهم تمكن من الدفاع على المرمى. ولا واحد منهم تمكن من انتزاع الكرة من رودريغو. ولا واحد. والله أتلتيكو بالباو فرقة من المساكين. كل محاولتهم بتسجيل الأهداف باءت بالفشل. بدأوا في الظهور قليلا في الموسم، وبدأوا برفع ترتيبهم شيئا فشيئا، لكنهم التقوا بالميرينغي وتريب كل شيء عليهم في الزيرو. هذه نهاية الفيديو أصدقائي، أتمنى أن يعجبكم الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة إذا كانت هي أول مرة تتابعون فيها محتوانا. أعانكم الله بالخير والسلام.